أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. النهاردة مع تيتا ميري هنعمل أحلى وأطعم كرنب صيامي وكوسة وفلفل. عندي كرنب وعندي فلفل مكبب وعندي كوسة. هنبدأ نعمل مع بعض المحشي الجميل اللذيذ ده. ودلوقتي يا حبايبي علشان أسلق الكرنب غليت مية ما حطيتش عليها أي حاجة، وأهو الكرنباية كده بالشكل كده يا حبايبي اهو. السكينه كده وبالسكينه التانيه هنقطع بالشكل ده كده اهو، ونعمل كده اهو، نفككه بالطريقه دي بالشكل ده يا حبايبي، ونحط في الصينيه في المصفى اهو، ونعمل كده اهو بالشكل ده كده مش بتغيب، ونحط في المصفى اهو. هنعمل الكرنب بتاعنا كله بالشكل ده. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما سلقت الكرنب كله بالشكل ده، دلوقتي بقى هدلق الميه واشطف الحله واحط فيها البصل. دلوقتي يا حبايبي اهو البصله يا دوب اديتها تقليبه كده مع الزيت. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما حطيت الطماطم، دلوقتي انا عندي معجون الطماطم اهو، كان عندي في الفريزر، حطيت قطعه ملح وفلفل اسمر وبابريكا وماجي هنحطهم كده. ودلوقتي يا حبايبي عندي كزبره وكمون اهو، بحطهم بالشكل ده، كزبره ناشفه وكمون، وهقلب برضو. دلوقتي يا حبايبي الكرنبايه واحده يعني المقدار بتاعها عرقين 3 بتاع ده نعناع، كزبره، حزمه كزبره خضراء، وواحده شبت اهو. هو ده كده للكرنبايه الواحده. طبعا هتضاعفي الكميه زيي، يبقى هتحطي طبعا اكتر. عيار بتاع كرنبايه واحده بس. ودلوقتي يا حبايبي قطعت الكرنب القطع اللي انا حباها اهو بالشكل ده كده، حتت كده. ودلوقتي بقى جهزت الخلطه اهي، جهزناها مع بعض دلوقتي، وتدوقي التتبيله بتاعتها، مش محتاجه ملح، مش محتاجه اي شيء. ودلوقتي بقى الكوسه والفلفل انا بقيت قورتهم وبقيت حطيت لهم ميه بملح وحطيتهم فيها. ودلوقتي اعمل كده واصفيها خالص كده الكوسايه خالص كده، واحطها بالشكل ده اهو. والفلفل نفس الحكايه اهو، الميه بالملح كده. وهعمل كده، هعمل الكميه كلها بالشكل ده، وبعدين هبدأ دلوقتي احشي. ودلوقتي يا حبايبي اهو الكرنب متقطع، والكوسه والفلفل بعد ما خرجتهم من الميه بالملح اهو سايباهم يتصفوا. واهو الحتت اللي طلعت من الكرنب حطيتها في القاع بتاع الحله اللي هحشي فيها. واهو الصلصه بالرز بالخلطه الجميله اهي. ودلوقتي بقى هنبدأ نحشي، واهو يا حبايبي هنحشي بالطريقة دي اهو. هنحط الفلفل ونحط الكوسة بالشكل ده، وبرده الكرنب هنلف وحدات كده. ودلوقتي يا حبايبي خلصت حشو اهو، حشيت الكرنب وحشيت الفلفل والكوسة. ودلوقتي يا حبايبي في سوى الكرنب اهو، المية تبقى اقل من الصبع الاخراني في الحلة بالشكل ده، وهنغطيها وتغلي غلوتين، وبعد كده نهدي النار عليها خالص لغايه ما يتفلفل ويبقى جميل. يا حبايبي دلوقتي سوينا الكرنب بالشكل ده وطلعناه كمان في علبه. دلوقتي يا حبايبي بنسوي الفلفل والكوسه، وعندي كام قطعه كرنب اهو غطيت بيها اهو بالشكل ده. واهو يا حبايبي الكوسه والفلفل استووا اهو بالشكل ده. بصي طعمه اسهل محشي هتعمليه الكرنب اهو بالشكل ده اهو، احلى واطعم محشي هتاكليه. وهو يا حبايبي الشكل النهائي للمحشي اللي عملناه مع بعض، الكرنب والكوسه والفلفل، وبألف هنا. باي باي.